محمد هاني للمره رقم 500 عمل نفس الفاول من نفس المنطقه بره ال 18 اللي برضه بتيجي منها اجوان، وبسبب محمد هاني اللي لا بيتعلم ولا عايز يتعلم ولا هيتعلم من الغلطه دي. محمد هاني والله انت لو سبت امبارح لاعب بتروجيت وما احتكتش بيه ولا تدخلت التدخل بتاعك امبارح ده، ما كان هيعرف يعمل حاجه، ان هو مش عارف يسيطر على الكوره. يعني انت لو ما رحتوش اصلا ما كانش هيبقى في خطوره عليك، لو كنت سبته كان افضل. انما انت بتخش نفس الخشه وبتعمل نفس الفاول من نفس المنطقه اللي بيتجاب منها اهداف في النادي الاهلي بسبب نفس غلطتك اللي دايما بتعملها. وبرضه مش عايز يتعلم، وبرضه قاعد سروب برضه شايف مفيش تعليم. ومين اللي يجيب الجول؟ حامد حمدان. حامد حمدان هتفرق يعني حامد حمدان او غيره؟ معايا انا كمحمد اقول له بتفرق. حامد حمدان معروف راجل زملكاوي، هتفرق معاه مع النادي الاهلي؟ مش هتفرق مع النادي الاهلي. هو مع النادي الاهلي هو جون خلاص جه فيه. انما انا بتكلم عليا، انا بتكلم، انا بقى حر، انا دي وجهه نظري ورايي، انا حر فيها، انا بتكلم بقول لكم رايي. ممكن ما يعجبش حد فيكم، ممكن يبقى حد متناقض معايا او مش مقتنع باللي بقوله. انما انا وجهه نظري النادي الاهلي يتجاب فيه جون من حامد حمدان اللي بقى له فتره في مشكله، عشان كلنا عارفين مش عايز اتكلم فيها، بس تيجي من اي حد ما يجيش من حامد حمدان. ده من وجهه نظري. لازم سروب يشوف حلول للغلطات البشعه اللي بتحصل، ولازم تدخله السريع في الانا اللي موجوده عند كل لاعب. لازم يتقعد مع كل لاعب، وسروب لازم يركز اكتر من كده.